بيروحوا بيحكوا للولد هيك 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 مواصفاتها، بدك يا ابني لنروح نخطب لك. هاي العادات. طيب حلو، معك حق، انا معك بهاي العادات. تمام. انت هلا مثلا بدك تتزوج وحده هلا حاليا، كيف حتتعرف عليها؟ جاوبني عادي، انا عم هلا انا اذا بدي بتناقش. اتزوج كيف بدي اتعرف ايه عليها؟ هلا انت اذا تتزوج انا كيف اذا انت؟ انا اذا بدي اقول لك مين بدي اتزوج بصدمك، والله جاوب، العظيم. انا بدك يعني. مختار زوجتي مين هي راح تكون بالمستقبل. اوكي. اذا بدي اجاوبك راح اصدمك، لانه البنت راح تكون من قرايبي فقط، اوكي. شريكي فقط. اوكي. عرفتي؟ اكون طيب. انا عارفها من يعني زمان. شو؟ طيب. ما بتاخذ انه من العيله؟ من العيله، يعني من عيلتي انا، فانا اكون طيب عارفها من زمان. يعني انت متاكد من هالمعلومه؟ بركي لنفترض انت اخذت بنت مثلا من برا، تمام، وهي البنت اللي اخذتها انت من برا وتعرفت عليها انت مو عن عادات وتقاليد وكذا وهيك، اجت والله صار في عندكم اولاد، اجت قالت القصه لاولادها، قصتكم انتم مع بعض، ساعات حيشوفوا انه هاي قصه ماما وبابا، انا ليش مثلا ممنوع اعمل هيك؟ عرفت؟ انت شو بدك تقول لبنتك مثلا؟ شو شو بدك تقول حتقول لها؟ انت؟ حبيبي يا حبيبي، بس اقول لك شغله، المشكله التربايه الحديثه عم تاثر، والله العظيم عم يتطور حتى ما الشرق، تاخذ حتى التربيه العادات الحديثه. والتقاليد عم تتطور مع التطور، فهذا الشيء غلط.